السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل السابليه وكرنفال السابليه ده بكل أشكاله وأنواعه، وإزاي هنعمل الكمية دي كلها ب4 كوبايات من الدقيق. بجد لو هنشتريه من بره هيكلف كتير جدا، ولكن حاجة مضمونة معمولة في البيت بكل شياكة. تعالوا إزاي نشوف الوصفة بكل بساطة ونبدأ المكونات بتاعتي. وقبل ما أبدأ ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. احتجت في وصفتي النهاردة ل200 جرام من الزبدة وبدرجة حرارة الغرفة، وكمان عليهم كوباية إلا ربع سكر بودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ونقدر نستبدلها بكيسين من الفانيليا العادية. وبعد كده هنحط عليهم بيضاية، وهنبدأ بقى نضرب المكونات دي كلها مع بعضها. ولأن الجو كان بارد شوية فالزبدة لسه متكتلة أو قطع كده زي ما احنا شايفين، فخلي بالكم علشان ما تبهدلش الدنيا. هنفضل واحدة واحدة على السرعة الأولى في مضرب البيض، بحيث ان هي تبدأ ان تتجانس مع السكر والبيض والفانيليا اللي موجودة، ويكون شكلها كده. هنبدأ ان احنا ننزل الاطراف حبة حبة علشان ما يكونش فيه حبيبات من السكر البودر موجودة، فالخليط يكون معايا كريمي. هنبدأ ان احنا نضرب مرة تانية، وتقريبا هنضرب حوالي 4 دقايق ل5 دقايق، المهم ان هو ده يكون شكله. وبعد كده هنزل بالدقيق بس مش دفعة واحدة، هخلي تقريبا كوباية لحاجة بسيطة. وهنبدأ بقى ان احنا نحط عليها ربع معلقة من الملح ممسوحة، يعني رشة ملح كده. وهنقلب كويس، مش هنعجن، هنبسه زي الكحك والبسكويت. وبعد كده لو احتاجنا دقيق هننزل حبة حبة بالدقيق اللي موجود عندي. وهنا انا حسيت ان العجينة لسه شوية بتلزق جدا، واختبرتها بالايد اللي انا مش بعجن بيها، ونزلت كده بنص كوباية من الدقيق، وخليت حوالي 2-3 كده. ولكن احتاجتها علشان انا حسيت ان العجينة لسه ما لفتش معايا. بصوا ازاي مش بتلزق في الايد بعد ما اختبرتها. وبعد كده هسيبها ترتاح تقريبا 10 دقايق مش اكتر، بس هنحط عليها كيس من اكياس التلاجة او اي حاجة، المهم عشان وشها ما ينشفش. وبعد 10 دقايق بدأت اجيب الصاج بتاعي، وفي اللحظة دي جبت بقى القطاعات اللي موجودة عندي. تقدري تستخدمي اي قطاعات موجودة، ولكن هو ده الشكل اللي انا عايزاه. وفي الوقت ده انا كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200، تقريبا هياخد 10 دقايق. هبدأ ان انا اخد حوالي 5 أو 6 جرام من العجين اللي موجود عندي. وبعد كده هبدأ ان انا اشكل واشيل الزيادات. هنبدأ ان احنا نعملها 5 أو 6 جرام، ولو احنا حابين ان احنا نعمل زي القوقعة كده فهيكون اقل من 5-6 جرام، يعني ممكن 4 جرام للتقطيعة اللي موجودة عندي. وبعد ما شكلت السابليه على القطاعات بدأت ان انا اجيب كيس واغطي الوش تاني علشان ما ينشفش. وبعد كده جبت ستيكس من اللي هو بتاع الأسنان، وبدأت ان انا اعمل فيه فتحات، وتقدروا تستخدموا الشوكة. المهم ان احنا هنعمل الفتحات دي علشان ما تبدأش ان هي تقب معانا، لان هو في الاول وفي الاخر بسكويت. وبعد كده ادخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق. اول ما يبدأ ياخد لون معايا هبدأ ان انا اطلع السابليه اللي موجود عندي. وهنا بعد 5 دقايق من طلوعه الفرن هيبدأ يبرد، وبصوا ازاي بيطلع بكل سهولة. اللون ذهبي جدا رائع. بجد الريحة مش قادرة اوصف لكم ازاي جميلة. وادي الشكل. وبعد كده هاخد القطاعات وابدأ اكمل الكمية. وبعد ما كملت الكمية كلها وبدأت ان هي تستوي، هو ده هيكون الشكل. تخيلوا بقى من 4 كوبايات دقيق عملنا العظمة دي ولسه. وهنا بقى قطعة من الشوكولاتة البيضة، وبدأت ان انا اسيحها على حمام مائي علشان تفك معايا وتبقى تمام. وبعد كده حطيت عليها حوالي 2-3 كبار من الحليب علشان برضو تكون سهلة معايا في التشكيل. وبدأت زي ما احنا شايفين كده بغطس كده النص الاولاني في الشوكولاتة، وحطيتها على المفرش السيليكون اللي عندي. تعالوا بقى ناخد واحدة من السابليه وحطيت جواها شوكولاتة بيضة، وقفلت عليها كده علشان تبدأ ان هي تمسك، وقلبتها على الناحية التانية. وبعد ما عملت كام واحدة هناخد بقى الشوكولاتة الفارماسية الألوان. بدأت ان انا احط على القواقع بتاعتي اللي اتعملت، وبدأت برضو خدت 2 معلقة من الشوكولاتة البيضة وحطيت عليها لون احمر، تقريبا حوالي 1 معلقة صغيرة واقل،
علشان تديني اللون البينك او البطيخي زي ما انتوا عايزين. تقدروا تقلوا اللون براحتكم جدا. وبعد كده اخدت نص من القوقعة اللي موجودة وعملتها نفس الشكل بتاع الوايت شوكليت. وبعد ما عملت كده كذا واحدة منها هبدأ ان انا اخد تاني في بولة فاضية شوية من الشوكولاتة البيضة وحطيت عليها لون اخضر برضو نفس الشيء، بس المرة دي حطيت ربع معلقة صغيرة. والالوان دي بتبقى موجودة عند محلات الحلوانية او بيع مستلزمات الحلواني. وعملت نص قوقعة كده زي ما احنا شايفين. تقدروا ان انتوا بالشكل ده توقفوا على كده الشغل، ولكن انا حبيت شوية اعمل كرنفال، فكمان استخدمت النوتيلا. اي نوع نوتيلا موجود عندكم، او تقدروا تعملوا نوتيلا في البيت واحنا عملناها في فيديوهات قبل كده. وبعد كده اخدت بقى شوية من القواقع وبدأت اشتغل فيهم. اخدت قوقعة كده محملة شوية وبدأت ان انا احط عليها بكيس الحلواني النوتيلا، هو ده هيكون شكلها. تقدروا تخلوها كده او تحطوا عليها واحدة من القواقع او نص قوقعة عشان تكون بالطريقة دي. ودي بقى شكل تاني من القواقع بس هتكون مفتوحة. بصوا اللي هي 6 جرام تقريبا، اللي هي بحجم الليمونة الصغيرة. تحسوا ان هي شوية بسكوتية مليانة ومقلبظة كده. فاخدت عليها نص قوقعة من اللي احنا لوناها وحطيتها بقت عاملة زي القواقع المفتوحة. وتقدروا كمان تاخدوا نص من القوقعة دي تحطوا عليها النوتيلا، وتقدروا كمان تحشوها وتقفلوها زي كده وتغطسوها بقى في الشوكولاتة البيضة وتغرقوها شوكولاتة بيضة، وهي كده كده هتمسك بعد 5 دقايق. هنطلعها كويس جدا بالشوكة ونصفيها ونحطها على المفرش السيليكون اللي موجود او اي صينية عندكم بدون اي دهان، وممكن كمان على الرخامة عادي جدا. واخدت شوية بقى كده دلع من الشوكولاتة البيضة حطيتها على القواقع اللي هي خضرة علشان تعملي شكل تاني. وبرضو خدت واحدة غطستها في الشوكولاتة البيضة، وادي نص بقى البينك غطستها في الشوكولاتة البيضة. وحبيت بقى احط شوية كده من السكاكر على القواقع اللي فيها ابيض وبينك. السكاكر دي كانت بينك فكان لونها هايل جدا ولايق جدا مع القوقعة اللي موجودة. وادي سكاكر لونها ذهبي بدأت ان انا احطها على القواقع الخضراء والبيضة، يعني تناسق الوان هايل. تقدري بقى انتي تبدعي وتقدري تعملي شكل او 2 مش اكتر، ولكن انا عملت اشكال كتير عشان ده كان المتاح موجود عندي. وهنا بقى حطيت ربع معلقة من اللون الاصفر علشان اعمل لون تاني. فزي ما قلتلكوا تقدروا تكتفوا بلون واحد او لونين عادي جدا، او لو مفيش الوان هي بتتكلم عن نفسها. وهكمل باقي القواقع باللون الاصفر. وادي بقى الشوكولاتة البيضة اللي اتبقت هبدأ ان انا احط على القوقعة كده. ممكن نحشيها من جوه وممكن نسيبها كده علشان نحط عليها فستق او اي نوع من المكسرات. تقدروا تحطوا عليها اللولي علشان تكون قوقعة وجواها بقى اللولي او الحاجات اللي هي بتاعت البحر دي، فبجد شكلها هايل جدا. وادي الفستق بقى اللي قلتلكوا عليه من شوية، بجد ليها طعم مختلف، يعني كل قوقعة ليها طعم مختلف عن التانية. تقدروا بقى تحطوا على الشوكولاتة البيضة نوتيلا، الخامات اللي موجودة عندك خلصيها كلها في الحاجات دي، فهتقدري انتي من نفسك تبدعي. هنا كان في قالب شوكولاتة 200 جرام شوكولاتة دارك او شوكولاتة السودا، برضو عملت لها حمام مائي وهنا حطيت لها معلقتين زيت علشان كمان تديني اللمعة الهايلة دي. واخدت بقى اللون الاصفر زي ما احنا شايفين وحطيته في الشوكولاتة الدارك. بجد لما بيبدأ ان هو يجمد بيكون شكله رائع والطعم كمان هايل. زي ما قلتلكوا قبل كده ان كل قوقعة هيكون ليها طعم مختلف، والقواقع المقفولة دي بالنسبة للاطفال بقى هيفرحوا بيها جدا، لان كل قوقعة من دول مقفولة هيكون جواها مفاجأة، يعني ان كان كراميل او زي ما احنا شايفين كده. ادي العنصر كمان اللي موجود معايا الكراميل، ممكن نحتاج لحوالي نص كوباية منه ونبدأ ان احنا نحطه في القواقع. فبالنسبة بقى لأي حد هيبدأ ان هو يفتح القواقع دي هيكون فيها بقى كراميل، هيكون فيها شوكولاتة بيضة، شوكولاتة داركة، او هيكون فيها اللي هي نوتيلا بندق، يعني تقدروا تقولوا بجد كرنفال. وهنا بقى في خطوة تانية احنا قفلنا القواقع على بعض. القواقع اللي هي محشية او الفاضية نقدر ان احنا نحط كده شوكولاتة دارك ونقفل بيها، او لو موجود شوكولاتة بيضة تقدروا تقفلوا بيها برضو القواقع بتاعتكم. ونعمل بقى الاشكال بتاعتنا. وتعالوا بعد البهدلة دي نحطها في السيرفيس بتاعنا. بصوا الشكل عامل ازاي، الشكل النهائي رائع. حطيتها في الورق بتاع الميني كيك او ميني كاب كيك.
وهو ده بقى بيكون شكل السابليه، نقدر نعمله في المناسبات أو أعياد الميلاد أو في العيد، نقدر نعمله في أي وقت، بجد هيشرفك جدا. أتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا بقى نشوف واحدة كده من القواقع اللي موجودة ممكن يكون فيها أي نوع من الشوكليت أو الكراميل. وهنا لقيت بقى جواها وايت شوكليت بجد رائعة وهشة ولذيذة، وبجد الطعم مفاجأة. فأتمنى يا رب تجربوا الوصفة، ودلوقتي أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's كيتشن، وبالهنا والشفا. باي باي.